انا دلوقتي بشرح افكار في الايطالي. اشرح افكار كتيره جدا للاسود، وبرضه افكار صغيره للابيض. يعني انت لو بتلعب الايطالي هتستفيد. وكمان هشرح ردود على الرايلو بيز الافتتاحيه اللي هي الرخمه جدا. لو انت ما عندكش رد عليها قوي بتبقى من المشاكل اللي عندك في E4 E5، لانها من اكتر الافتتاحات اللي بتتلعب في البطولات. يعني الافتتاحات اللي بتتلعب في البطولات تلاقي الايطالي مشهور جدا، الرايلو بيز مشهور جدا في المستويات العاليه، تلاقي السكوتش جامبيت مشهور جدا. دول اكتر ثلاث افتتاحيات مشهورين في بدأ ملك بدأ ملك. فلازم انك انت تكون، لو انت بتلعب بدأ ملك بدأ ملك لازم تذاكرهم كويس جدا، تبدأ بيهم وتبدأ تشوف ماتشات، تشوف فيديوهات، تشوف لعيبه بتلعب البوزيشنات اللي انت حاببها، او اللي انت او اللاينات اللي انت اخترتها. تشوف مين اللي بيلعب اللاينات دي، تبدأ تتفرج على ادواره. هيقابلك افكار كتير، تبدأ تكتسب منه افكار، وممكن انت تضيف كمان افكار لو انت لعبت مع الكمبيوتر وتتمرن على الافتتاحات. طيب بالنسبه لي هنا بعد نايت اف 3 نايت سي 6 بيشوب سي 4. هنا انا اتكلمت من فتره طويله على الهنجريان اللي هو الافتتاح السوليد، اللي بيبدا ان هو الافتتاح اللي انت بتحب انك انت تبعد عن التكتيكات، تطلع بيشوب اي 7 وتبقى عايز تلعب دي 6 ونايت اف 6 والشكل السوليد ده بتبييت قصير. الشكل ده انا لعبته فتره طويله، ومن الاشكال المريحه للاسود اللي مش بتلاقي فيها اي معاناه، خصوصا لو بتلعب قصاد ريت عالي. هنا في ردود تانية برضو اللي هي زي البيشوب سي 5، بس البيشوب سي 5 ديت بيكون عليها نقلات شارب جدا، حاجة زي بي 4 دي من النقلات الشارب اللي هي ايفنز جامبت. وفي سي 3 عايز يلعب دي 4، وفي اللي هو عايز يبيت ويلعب دي 4 على الهواء. ديت الحاجات الشارب اللي ممكن تقابلها على بيشوب سي 5. فهنا انا اخترت اللي هو التو نايت ديفense، برضو مش من الافتتاحات اللي انت هتبقى يعني قاعد وحاطط رجل على رجل ومفيش تكتيكات، لا في تكتيكات وفي افكار، بس دفاعيا اصلب شويه، ما فيهاش يعني شراسه زي بيشوب سي 5، خصوصا ان انت بتبقى طالب هنا البيدا ده. فاللعب بيبقى واضح من الاول. ودلوقتي انت بتقول له اتفضل العب، هل هتحمل بيدا ولا ناوي تخش تعمل حركات. بيبقى ده الافتتاح اللي هو تو نايت ديفنس. التو نايت ديفنس ده ممكن انك انت تلعبه على اشكال كتير، وبيبدا اسمه يتغير. يعني مثلا في شكل الرايلو بيز بيكون اسمه برلين ديفنس. برلين ديفنس ده كان من اشهر الناس اللي بتلعب الافتتاحيه ديت. كان كرامنيك، كان ده بطل عالم وكسب كاسباروف. وطبعا كانت عقده كاسباروف اللي هو الافتتاح بتاع برلين ده، لانه افتتاح صلب جدا ورخم لابعد الحدود. انك بتنتشر من جناح الملك، وطالب انك انت هتاكل بيدق الوسط، وكمان هتنتشر بقطعك بشكل طبيعي في السنتر، وهتبدا انك انت تبيت. فطبعا ما فيهوش مشاكل كتير زي حاجات تانية. في طبعا السكوتش دي 4 تيك تيك، والنقله اللي برضو اللي انا اتكلمت عليها نايت اف 6 في السكوتش، نايت سي 3. وفي هنا طبعا نقلات كتيره في البوزيشن ده. اقترحته بيشوب بي 4، تربط النايت وتبدا تلعب على الاي 4. اتكلم عن الجزء ده برضو. وفي بيشوب سي 5 زي باسم امين بيلعب
نقلة بيشوب C5. هنا في اللي هو الفور نايت ديفense، نايت C3، نايت F6، ويبدأ يلعب لك هنا بيشوب على البي 5 او بيشوب على الاي 2 في دي وفي دي. بيشوب اي 2 بيبقى مستني انك انت تلعب بيشوب سي 5 عشان ياكل حصان في بيدا، ولما تاكل يلعب لك دي 4 وياخد الوسط. فبيشوب اي 2 يفضل انك انت هنا يا تلعب بيشوب اي 7 وتبيت، يا تلعب دي 5، وديت اللي انا بقترحها لك في البوزيشن. في ناس هنا بتحب ان هي تلعب جي 6، دي مش من النقلات اللي بقترحها لان الابيض هيبيت بسرعه ويلعب دي 5، نقله تعتبر كويسه. هنا نايت سي 3، نايت اف 6، في ناس هنا بتلعب بيشوب بي 5، برضو الجزئيه دي هنتكلم عنها وهنبص عليها، وبتلعب هنا نايت دي 4. طيب نبدا بالايطالي، بيشوب سي 4، وهنا نايت اف 6، هات البيضه. الابيض هنا بيبقى عنده عدد محدود من النقلات، اولهم اللي بتعمل التهديد اللي هي نايت جي 5 اللي هي فرايد ليفر اتاك، بيبدا ان هو يضغط على بيدا الاف 7. تاني نقله بتعمل التهديدات اللي هي دي 4 على طول. وهنا في نقلات اخرى زي دي 3 بس هاديه يحمي البيدا، وفي زي اللي هم بيبيتوا ويسيبوا لك البيدا بتاع الوسط. طيب تعال نشوف هنا واحده واحده كده عشان نبقى فاهمين، نفهم الاول وبعد كده هتحتاج انك انت تحفظ لو انت بتلعب E4 E5. طيب هنا بعد نايت F6 هات البيدق. في ناس هنا بتبيت. اختيار التبييت هنا مش افضل حاجه. بيكون لاعب عاوز يلعب على تريكي موفز، افكار تكتيكيه. الافكار التكتيكيه دي بتبدا تظهر بسبب العمود اللي هيتفتح ده، واللي انت لو عرفت ترد عليها بشكل قوي هيبقى انت الافضل في البوزيشن، وهتبدا انك انت تسيطر على الدور وتمشي الدور زي ما انت عاوز. فاختيار التبييت ده تريكي، محتاج انك انت تعرف ازاي تقدر تتعامل معاه بشكل قوي. طيب مبدئيا هنقارن ما بين فكرتين. الفكره الاولى ان انا هنا ببيت كابيض في افتتاح الايطالي، والفكره الثانيه ان انا بيقابلني اللي هو الرايلو بيز، وببدا ان انا العب نايت اف 6، ويبدا ان هو يسيب لي البيدق ويكسب برضه. شوف الفرق ما بين الاثنين ومين اقوى ومين افكاره اقوى في البوزيشن. هل الرايلو بيز مع التبييت ولا الايطالي مع التبييت، وايه الفرق ما بين الاثنين. طيب هنا اول حاجه مع بيشوب سي 4 نايت اف 6، كده انا طالب البيدق ده، فهو هنا بيت وسابني، فانا هنا ببدا ان انا اكل البون اللي موجود على الاي 4. هنا بيبقى عنده اختيارين، اول اختيار انه يلعب روك اي 1، والتاني اختيار انه يلعب دي 4 عشان يفتح الفايل ده. طبعا طول ما البيدق ده واقف هنا اللي هو البيدق الاي 5 واقف هنا، فحاليا مفيش اي خطوره على الملك بتاعي لان الحصان حامي البيدق. فحاليا بعد ما يلعب حاجه زي روك اي 1، النقله دي ضعيفه مش قويه. بكل بساطه انت مش في حاجه انك انت تمشي بالحصان، انت تقدر تلعب هنا دي 5 بكل بساطه، تهاجم الفيل بتاعه ومحافظ على الوسط بتاعك ومحافظ على البيدق الزياده اللي انت اخدته.
فبيبدأ يمشي بالفيل بتاعه رابط الحصان بحيث انه يقدر يرجع العسكري اللي هو خسر. فدلوقتي بتبدأ تلعب بيشوب سي 5 طالب البيدق اللي موجود في الاف 2 بكش وتاخد الطابية. وحاليا انا بفكر ان انا بيت، فانا خدت الوسط وكمان ما عنديش اي مشكلة فتحت الفيل التاني، وحاليا ما يقدرش ياكل هنا لان في ضغط على الاف 2. فهنا بيلعب دي 4 عشان يبدأ ان هو يقفل على الفيل، فببدأ ان انا اكل، فكده هو نجح انه يفتح العمود، لكن مازال في حصان محمي بعسكري. فدلوقتي هو مشكلته كلها ان هو ازاي يقدر ان هو يمشي الحصان ده. فهنا ممكن ياكل فيل في حصان، وبعد ما بياكل يلعب نايت تيك دي 4، وعايز يلعب حاجة زي اف 3 عشان ياخد قطعة، وكمان طالب البيدق اللي موجود في السي 6. هنا انا ممكن ان انا ابيت لو انا حابب ان انا ابيت تبييته مش خاطئة، لان هو ما يقدرش ياكل البيدق اللي في السي 6 اولا، علشان في طبعا طلبات زي دي بكش الاول وبعد كده امشي بوزيري براحتي. وكمان لو لعب اف 3، فهنا انا ممكن ان انا العب حاجه زي كوين اف 6 ولا كوين اف 6. نقله حلوه ولا في نقله تانية اقوى؟ كوين اف 6 ولا امشي بالحصان؟ ايه الافضل؟ اللي عنده نقله هنا قويه يقول. عامه هو التبييت مش افضل حاجه، انا مش عارف هنا فعلا البيست موف ايه. في نايت اف 2. واو، دي الحصان كده على الهوا بحيث لما ياكل في كوين اتش 4. كوين اتش 4 كش، طالب الحصان وطالب اكل هنا، وطالب الفيل يخش على الاتش 3 او من على الاي 6. الملك يعني شبه بيموت. فنايت اف 2 ديت نقله جميله يعني. ممكن تبيت تحضرها كفخ، ان انت في البوزيشن ده بعد ما ياكل تقوم مبيت له وخلاص، تقول له شكرا سلام. طيب دي فكره. ممكن هنا في ناس بتحب تلعب كوين اتش 4 الاول طالب البيدق ده، فيبدأ إن هو وكمان ضاغط على الحصان بطريقة غير مباشرة، فيبدأ إن التاني يلعب حاجة زي جي 3، فيفتح المربعات البيضاء، استغل إن الفيل الأبيض مش موجود، فبيفتح للفيل ده بيضعف. يعني أنا جاي أطلب، بس في نفس الوقت أنا مش شايف إن هو هيطردني، لا أنا عارف إن هو هيطردني، فبرجع طالب برضه، وفي نفس الوقت الفيل ده هيشتغل وضاغط على الحصان بتاعه. يلعب بيشوب اي 3 ابيت، والفيل بتاعي هيبدا ان هو يشارك على مربعات البيض، ومعايا بيدق زياده. اوكي، فده رد بسيط على الروك اي 1. فالفكره بتاعت التبييت ديت ما تخافش منها، تقدر انك انت تاكل حصان في بيدق عادي. والنقله الجايه انا عايز العب دي 5، يعني هيلعب لي روك اي 1 دي 5، مفيش حاجه هتتاكل مني، كل حاجه محميه. وطالب الفيل هيمشي بالفيل بيشوب سي 5، هات البيدق، ولو لعب دي 4 هاكل، والخطوه الجايه عاوز ان انا ابيت. انتشرت بقطعي، انتشرت، يبقى انا بلعب صح طالما معايا سنتر، وانتشرت بقطعي يبقى انا بلعب صح. طيب في فكره تانية اللي هي دي 4، ودي الفكره الاقوى من روك اي 1. دي 4. دي 4 هنا بلعب برضو دي 5، هات الفيل، استغل اللي انا باخد تيمبو على الفيل ومفيش حاجه ممكن ان هي تتاكل مني، فبلعب دي 5. بيبدا ان هو يمشي، فحاليا هو طالب بيدا الاي 5 بتاعي. انا طبعا واخد بيدق قبل كده وده التاني، فانا كده يعتبر لما البيدق ده يتاكل يبقى معايا بيدق زياده. طيب دلوقتي بعد ما اكلت، فهنا بيشوب دي 7 بحمي الحصان،
بتاعي. فهنا اكل، تاكل. واول لما يلعب الروك تقدر انك انت تلعب حاجه من الاثنين، يعني بيشوب اي 7 وعاوز تبيت، يا اما بيشوب دي 6 وديت اخطر على الابيض، بحيث انك انت بتوجه الفيل يضغط هنا والحصان ضاغط هنا، عشان الوزير لما يجي هنا يبدا ان هو ايه، يلاقي افكار هجوميه. طبعا لو لعب اف 3 فممكن انك انت تلعب كوين اتش 4 طالب هنا وتسيب له الحصان عادي جدا. ده تحضير ممكن انك انت تبص عليه وتحلله مع الكمبيوتر وتشوف الابيض ممكن يرد ازاي في البوزيشن والاسود بيكسب ازاي. اوكي طبعا لو اخذ الحصان تلعب حاجه زي بيشوب جي 4، دي نقله مهمه جدا طالب الوزير عشان تضغط على الرخ اللي حاميها الوزير، وفي نفس الوقت ضاغط بالفيل وبالوزير على مربع ال H2. طبعا بياكل بكش، تمشي بالملك برضو على الكش، ياكل تمشي تاني كده، انت حطيت ملكك يعتبر في حتة آمنة عشان تعرف تشغل الرخ ديت، والفيلين والوزير بيتعاملوا في الموقف ده. الموقف ده الأسود معاه الأفضلية. طيب يبقى في موقف اللي هو الشارب جدا ده اللي هو بيشوب دي 6، وفي موقف بيشوب اي 7 وعايز ابيت النقلة الجاية. طبعا هنا بيلعب حاجة زي اف 3، فممكن ترجع نايت اف 6 وممكن ترجع نايت دي 6. بيلعب لك كوين اي 2 عشان يمنعك من التبييت، عشان الفيل ده يبقى متهدد. فهنا انت بتلعب حاجه زي كينج على الاف 8 عشان تعرف تحرر الفيل ده، ومع الوقت بتلعب حاجه زي اتش 5 اتش 4 وبتمشي كينج جي 8 اكنك بيت، والرخ بتبدا تشتغل من على الاتش 5. الرخ بتاعتك بتشتغل بطريقه مختلفه شويه، وهنا انت ما بتقدرش انك انت تبيت عشان بسبب الضغط ده، فانت بتحاول تشيل الضغط، معاك عسكري زياده، وبتبدأ تمسك الأعمدة وتحط قطعك في الأماكن القوية ليها. طبعا لو جريت الأحداث هتلاقي المنظر بيمشي بالمنظر ده. وبدأت إنك أنت تشغل الرخ، ولو بادل الفيل هتعرف تشغل الرخ على البيدق ده. قطعك بدأت إن هي تشتغل، عايز تكسر بقى هتبدأ إنك أنت تكسر، ممكن الرخ دي كمان تشتغل، وزير ممكن يشتغل، فالقطعة بتاعتك بتخش في اللعبة. طيب آه، وهنا الاسود بيكون افضل من الابيض، بيبقى معاه بيدق زياده. طبعا الابيض مش بيقدر يرد بيست موف، يعني هتلاقيه بيتلك وبيبدا ان هو يلعب نقلات ضعيفه، تقدر انك انت تبيت، مش هيلعب زي ما انا بوري لك يعني دلوقتي. طيب آه، ثانيه واحده. طيب يلا نكمل. آه، فهنا الدي 4 ديت، او لما يجي يبيت باكل، ما عنديش اي مشكله في الايطالي، باكل، والنقله الجايه عايز العب دي 5، ما عنديش اي مشكله في الماتش، يعني سواء لعب روك اي 1 دي 5 او لعب حتى دي 4، بلعب برضو دي 5 وباكل عادي جدا. اوكي طب افرض لعب لي روك اي 1، برضو ما عنديش مشكله لو انا لعبت بيشوب على السي 5 ولا دي 6 افضل في البوزيشن ده. ممكن هنا بيشوب بي 5، ونرجع للبيت. وبيت بيت على طول الخطوه الجايه زي الفل. لو لعب لي سي 3 هاكل، ولو اكل هرجع طالب، وعايز ان انا
ابيت. ايه السؤال؟ حد بيسأل ايه يا جنى؟ لا كنت بقول بيشوب سي 5 ونرجع نفس البوزيشن بتاع روك اي 1. دي 4 تيك دي 5 تيك روك اي 1 بيشوب سي 5. ولو اكل هنا ابيت، ولو لعب دي مشكلة مصيبة. تهيألي نايت اف 2 برضو ممكن تشتغل هنا، ولا انا عندي قطعة؟ اصلا عندي قطعة، هو لازم ياكل فيل الفحصان الاول بتهيألي. فيل الفحصان اكل في حصان في بيدق، ولا وزير اتش 4، حاجات كتيرة قوي يعني. لو زق كده بتهيألي نايت اف 2 برضو شغالة يعني، هي نفس البوزيشن. بيشوب سي 5 برضو شغالة، هي نفس الفكرة. فكل فكرة بس من البوزيشن ان انا لما باكل عسكري السنتر بتيح للبيدق المتأخر عندي بتاع دي ان هو يشتغل. انا مش بقى قادر ان انا العبه هنا، لان ده وده باصين عليا وهفتح الدنيا عليا، فلازم اكل الاول العسكري ده عشان اقدر ان انا احرر البوزيشن بتاعي بدي 5. طيب هنا في الرايلو بيز بيشوب بي 5. هنا بيشوب بي 5 مختلف عن بيشوب سي 4 بشكل كبير جدا. هنا هو ضاغط على الاي 5، المره دي ضاغط على الاي 5، يعني ضغط على الحصان ده بيسبب ان في ضغط على الاي 5. فحاليا انا طلعت بالحصان كده كده، انا كمان ضاغط على الاي 4. اوكي، فهنا بيبيت ويسيبني. فلما باجي اكل حصان في بيدق هنا بيبقى عنده فكرتين، مره روك اي 1 ومره دي 4. بس المره دي الموضوع مختلف، ان الاي 5 بون في مشكله. الاي 5 بون في مشكله. تعال نشوف اول حاجه لو لعب روك اي 1. روك اي 1 طالب الحصان. تعال شوف كده لو انت لعبت دي 5 ايه اللي ممكن يحصل. الحصان ايه؟ اتربط. المره اللي فاتت الفيل كان في السي 4 فخدت عليه تيمبو فالفيل ماشي. هنا بص، انت لعبت دي 5 حميت حصانك بس انت حطيت نفسك في بوزيشن بتخسر. دي 3 الحصان ده ايه اللي هيحصل له؟ هيمشي في اي مكان. حصان في بيدق. بص بقى، هات بقى الحصان ده بالفيل وبالحصان، اجي اطلع بالفيل يقوم واكل بكش ووزيري راح. فطبعا الرد كده خاطئ. لما باكل حصان في بيدق هنا مش هعرف العب دي 5، مش هعرف العب دي 5. رايلو بيز في البرلين لما بيلعب لك روك اي 1 هنا انت بتمشي بالحصان شخصيا. انت واخد بيدق هنا، ما تبقاش طماع. خدت بيدق خلاص رجعه له عشان تكمل انتشارك. فهنا انت بتلعب نايت دي 6 ترجع بالحصان هنا. قفلت على الفيل، قفلت على الفيل بس عشان اطلب الفيل ده انا متاخر جامد جدا. هو طلع بيت وطلع بالفيل والرخ والحصان وانا لسه ما بيتش. فدلوقتي ضروري جدا تطلب الفيل ده عشان تاخد تيمبو عليه، تقدر انك انت تطلع بالفيل وتبيت. كده مفيش تكتيكات هتتعمل عليك، تعرف تبيت في هدوء ومفيش حد يقدر يعمل لك اي مشكله. اوكي، فبالنسبه لي بعد طب كده هنطلع الفيل الأبيض ده منين؟ هيطلع لان هو حاليا هو دلوقتي محطوط تحت تهديد. هو هنا في اغلب الناس بياكلوا حصان في حصان في بيدق. سيبوا لك الفيل، ما ينفعش تاكله برضه علشان نفس الفكره. حصان في حصان يكش والرخ هياخد الوزير، ما ينفعش اخد الفيل. فهنا بعمل ايه؟ عندي فكرتين، حصان في حصان وبعد كده اطلع بالفيل او اطلع بالفيل، بس افضل اطلع بالفيل على طول. اوكي، طبعا هنا بيكون الفيل ده مطلوب. في ناس هنا بتاكل بالفيل، فلما بتاكل بالفيل باكل كده فالفيل يشتغل. اوكي، الفيل ده بيجي يشتغل وبيتحط هنا في معظم الاحيان، يعني يتحط هنا. اوكي، برضو في ناس تاكل بالحصان، برضو اكل ويبدا ان هو يمشي بالفيل، بيحطوه في الاف 1 او في الدي 3. في ناس بتحطه في الدي 3
في ناس بتحطه في الاف 1 بس مش موضوعي يعني، انا هبيت واي نقله هتتلعب هعرف ادافع عنها، انا مالكي مبيت. بعد بيشوب اي 7 طبعا في ناس بتمشي على طول بيشوب اف 1. فهنا في ناس تحب الاكل، في ناس تحب ان هي تبيت. اوكي. طبعا بعد التبييت دي 4 بيتلعب هنا نايت اف 5 ويبدا يحصل الضغط هنا، ولو ده اتحمى بتلعب بقى دلوقتي ايه دي 6 او دي 5 على حسب البوزيشن. اوكي. ممكن بيشوب اف 6 وكده كده الفيل ده هيبدا ان هو يشتغل مره تانية، فالحصان ده كده كده بيرجع تاني من على الاف 5 او من الاي 8. يعني في فكره من الاي 8 ومعظم الوقت من على الاف 5. فهنا كل الفكره ان لما حد يلعب لك روك اي 1 نايت دي 6، نايت دي 6 قول له اعمل اللي انت عايزه، انا هلعب الفيل اي 7 وابيت. انا خدت بدئي اللي في الاي 4 خده انت كمان، وسيبني ايه ابيت، سيبني اعيش وعيش انت كمان. اوكي. هيلعب مثلا دي 4 الفيل ده مطلوب، فالفيل ده هياكل مثلا، فانا هبدا اكل، هيلعب دي 4 فهقدر ان انا ايه ابيت في امان. ممكن اخد تيمبو لو انا عاوز يعني، وعاوز ان انا اعدل الحصان بالمنظر ده. اول لما اجي ابيت خلاص، حتى عايز احط فيلي هنا اوكي ما عنديش اي مشكله. طبعا لو لعب نايت دي 2 في ناس بقى بتستغل الفرصه عشان يلعبوا ايه سي 5. سي 5 واضغط على الايه على البدأ، بحيث لما يجي ياكل اقدر ان انا اكل عدلت ايه البيادق بتاعتي والفيله معايا ميزه الفيلين، وانا ظبطت الدور بتاعي ظبطه حلوه. اوكي. دي الفكره من نقله روك اي 1، ترجع نايت على الدي 6 وخلاص الدور بتاعك بقى لذيذ. عايز تطلع بالفيل وعايز تبيت، بعد كده هتمشي حصانك، شوف بقى هتلعب دي 5 ولا هو اكل هنا اصلا والفيل بيشتغل بس. طيب في ناس بقى تلعب دي 4، دي الاشرس شويه من روك اي 1. لو عايز تخش في اند جيم او عاوز تخش في تريكي موفز ليك انت، في اختيارين هنا براحتك. اول اختيار التريكي موفز، يبقى انت اكيد هتاكل هنا. اوكي. فتستحمل بقى، هيلعب لك هنا روك اي 1 فهتلعب دي 5، تلعب دي 5 ايوه هو هنا واكل حصان في بدأ طالب الايه الحصان، فبتلعب بيشوب دي 6 وتسيب له الحصان. برضو من الافكار بتاعت الضغط على الحاجات دي، فبياكل هنا بالحصان بحيث لما تيجي تاكله ياكل بكش وياخد الطابيه. فانت هنا مالكش دعوه، ما بتاكلش الحصان، بتديله فيل في بيدق بكش، بحيث لما يجي ياكل تلعب له كوين اتش 4 كش، يمشي كش، يمشي، تيجي تاني كش ودرو. ده لو انت عايز درو يعني، وهو هنا لو هو مش عايز درو هيمشي بالملك كينج اتش 1. لاحظ ان حصانه طالب وزيرك، يعني انت لو انت قلت بقى هاخد وزيره، وزيرك انت كمان هيروح، فكوين اتش 4 عايز تشيل الفيل بتاعك بكش. كده كده هو لما يجي يكشف مش هيكشف في مكان يعمل لك مشكله، او خد قطعه، بس انت بقى عامل ضغط على الملك بالقطع بتاعتك والفيل بتاعك، والطالب طلبات مهمه هنا. فطبعا حاجه زي نايت دي 4 مش هتعرف تاكل هنا عشان الرابطه. الربط كده كده هتحتاج بقى تبيت ولا حاجه عشان تعرف، او تمشي بالملك عشان تعرف انك انت تاكل حصان في بيتك. طيب هنا مشيت بالملك، لازم ياكل رخ في حصان. البيدق ده هيحل مشكلته ازاي؟ صعبة. ممكن هنا يفكر في حاجة زي بيشوب اي 3. الاسود هنا يلعب ايه؟ بيشوب على الجي 3، يجي هنا كوين اتش 2 ولا فيل في بيدق؟ ما الافضل؟ ايه الافضل؟
فيل في بيدا ولا كوين اتش 2؟ فيل في بيدا هياكل هيمشي كش يجي هنا، ولا كوين اتش 2 كش يمشي، متهيألي ما عنديش اي حاجه، طيب هل بيشوب جي 4 نقله قويه؟ الفيل في بيدا، الحصان في بيدا، ايه النقله القويه هنا؟ حصان في بيدا، ممكن حصان في بيدا طالب الوزير نقله قويه، بحيث لما يجي ياكل بكش طالب الحصان وضاغط على الرخ، ولو مشى هل ممكن العب بيشوب جي 4 عشان ادي مات مثلا، ولا هياكل فيلي؟ هياكل فيلي. انا دلوقتي طالب الحصان وعايز ادي مات ومفيش ماتات هنا. طبعا الكلام ده كله هتبقى انت محتاج تحلله مع الكمبيوتر عشان تبقى عارف ايه النقلات البيست، او ازاي هتقدر ترد في بوزيشن هجومي زي ده. وهتحتاج طبعا تاخد وقت طويل جدا، مش هتعرف تلعبه في دور كلاسيك. ممكن بليدز لان اللي قدامك هيغلط بسرعه، او رابد. كلاسيك هيبقى صعب جدا. ده البوزيشن بتاع التريكي موفز. هنا عشان تريح نفسك لو لعب دي 4 او روك اي 1 بترجع نايت دي 6، روك اي 1 نايت دي 6، او دي 4 نايت على الدي 6. برضه هات الايه، هات الفيل. وهنا المين لاين بياكل فيل في حصان، فبتاكل بالبيدق، ياكل فبتمشي بالحصان، فياكل وزير في وزير، فتاكل بالملك. انت هنا خسران التبييت، لكن ده يعتبر يعني انت يعتبر اند جيم لان الوزراء اتشالوا. المميزات اللي عندك انك انت معاك ميزة فيلين، هو معهوش فيلين. يعني انت لو قدرت انك انت تظبط موضع للفيلين دول بشكل كويس هيبقى دورك كويس. نقطة الضعف اللي عند الابيض هو العسكري المتقدم ده. فالفكرة كلها انك انت ازاي هتقدر تبادل قطعك مع قطعه، او قطعك الضعيفة مع قطعه القوية، بحيث انك توصل لاند جيم تقدر انك انت تضغط على البيدق ده ويبدأ ان البيدق ده يقع، او انك تعمل مشكلة في الاستراكشر بتاع البيادق بتاعته بحيث ان البيادق دي تقدر ان هي ترقي. الافكار بتاعت برلين ديت تحتاج انك انت تتفرج على ماتشات وتشوف التحليلات بتاعتها، وازاي انك انت تقدر تلعبها. طبعا صعبة جدا، محتاجة واحد كويس جدا في الاند جيم. بس في نفس الوقت هي رخمة على اللاعب اللي بيلعب بالابيض برضو، لان يعني الدور سوليد شوية، مفيش يعني نقط ضعف يقدر ان هو يلعب عليها، غير ان هو عنده فكرة ويننج لو قدر ان هو يوصل لها هيكسب. ان دول 4 عساكر على 3 عساكر، لو قدر ان هو يطور الملك مع العساكر دي بيقدر ان هو يسلك بيدق ويكسب. اوكي. اكتر قطعة قوية عندك هي الفيل الابيض بتاعك، وبيفضل انك انت تحافظ عليه في الدور. وافضل مكان ليه يا اما دي 7 يا اما اي 6 يا اما بي 7 في بعض الاحيان. دي 7 هتلاقيه عشان يلعب سي 5 ويتحط هنا، او اي 6 بحيث ان هو يدعم البيادق اللي بتتقدم في الجناح. وفي نفس الوقت بتبقى عايز تلعب حاجه زي اتش 6، حاجه زي اتش 6 بحيث ان تمنع نايت جي 5 رقم 1. رقم 2 بتمنع ان الفيل ده يجي هنا برضو. رقم 3 ان هي بتدعم الفكره بتاعت نايت اي 7، وبعد كده جي 5، وبعد كده نايت جي 6 تضغط على البيدق، وبعد كده تحط الفيل وتحط الفيل التاني هنا. تبدأ تمشي الملك وتجيب الرخاخ على العمود، تكسر الرخاخ من على العمود.
طبعا في المستوى اللي احنا فيه صعب انك انت تقابل حد بيلعب المين لاين اللي هو الدي 4. تلاقي معظم بيلعب روك اي 1، ده اللي بيتلعب. دي 4 هنا بعد نايت دي 6 في ناس هنا ما بياكلوش فيه الفحصان. بيعملوا ايه؟ يقوموا واكلين بدأ في بدأ وسيب لك الفيل، فتيجي انت تاكل الفيل يقوم لاعب لك A4. وهنا لازم تفتكر النقلة دي كويس. هنا بيبقى عندك اختيارين. طبعا انت خدت قطعة وهو بيحاول يرجعها تاني. عندك دلوقتي اختيارين، يا اما بتديله الحصان كده ياكله، تاكل ياكل، وبعد كده توصل لدي 5 وتطلع قطعك بالمنظر ده وطالب تكسيرات، وكده انت يعتبر اكويلت البوزيشن. يا اما تلعب النقله دي اللي هي دي 6، تهاجم البيدق ده بحيث لو اكل البيدق تاكل بالحصان، يبقى هربت بالقطعه اللي انت اكلتها. ولو اكل الحصان تقدر تاكل البيدق، يبقى انت كده كسبت بيدق بتاع الاي 5. ولو اكل هتاكل، لو كسر وزره ما عندكش مشكله تاكل بالملك وتلعب البوزيشن بالمنظر ده. طبعا هنا بيلعبوا روك اي 1 بيربطوا الحصان، فمهم جدا انك تطلع بالفيل، مالكش دعوه باللي بيحصل، رجع له البيدق بتاعه تاني ياكل، تاكل. حتى لو كسر وزير في وزير عندك اختيارين، يا تاكل بالفيل يا تاكل بالملك، الاتنين صح. وبعد كده هو يرجع البيدق بتاعه تاني وانت معاك ميزه الفيلين، وفي بيدق متقدم تقدر انك انت تلعب عليه. وباك رانك، باك رانك سيء. اوكي. ده كده كانت تعتبر مقدمة في الإيطالي والرايلو بيز مهمة. في الإيطالي نايت اف 6 كاسل، نايت تيك اي 4 مع دي 5 نقلة مهمة. في الرايلو بيز لو حد قابلني بيلعب رايلو بيز نايت اف 6 لما يجي كاسل صنف بيدق، وسواء لعب دي 4 أو روك اي 1 بلعب نايت دي 6، دي 4 نايت دي 6 في الحصان، باكل ياكل، امشي بالحصان، كسر وزير في وزير، اكل بالملك بالمنظر ده. في ناس هنا بيلعبوا بيشوب دي 7 وبعد كده يلعب كينج سي 8 واتش 6 وجي 6 ويطلع بالملك من هنا، وبعد كده يطلع بالفيل او يجيب الحصان لورا وبعدين يمشيه وبعدين يطلع بالفيل ويجيب الرخاخ. طبعا الفرجة على الادوار هتبدأ توريك الدور ماشي ازاي، وهتبدأ تلعب في الاتجاه الصح. ده كده بالنسبة لبرلين. اللي بيلعب برلين بيكون لاعب استراتيجي كويس، وبيعرف يشوف نقط الضعف، وبيقدر يلعب اند جيم بشكل كويس، وبيقدر يتعامل بالقطع الصغيرة بشكل قوي. اوكي. في طبعا ردود تانية في الرايلو بيز مش بتوديك لاند جيم قوي، زي نايت اي 7 تحافظ على الحصان بتاعك وعايز تلعب جي 6 وبيشوب جي 7 وتبييت. في ناس هنا بيلعبوا شارب اللي هو تفريع شيلمان، ده اسمه شيلمان اف 5. بيلعبوه عشان الفيل ده بيبقى مش موجود على السي 4 وبيبدأ يطلع بالنايت من على الاف 6 ويلعب دي 5. ده تفريع شيلمان شارب جدا. في اللي هو التفريع المودرن اللي هو الاي 6 يبدأ يهاجم الفيل بالمنظر ده، بحيث لو أكل الحصان ياكل بالبيدق، وكده كده محافظ على البيدق بتاعه عن طريق كوين دي 4. ده المودرن. في كمان دي 6 بس اللي هو خلاص بقى والعب حصاني وفيلي وبيت بالمنظر ده، فما فيهاش تكسيرة وزراء. دي كده أشهر التفريعات في الرايلو بيز. طيب هل حد عنده مشكلة في نايت اف 6 كاسل أو بيشوب بي 5 كاسل؟ لو حد عنده مشكلة يقول.
الناس اللي موجودة حد عنده مشكلة ولا أنا النت فصل عندي ولا إيه؟ ساكتين ليه؟ لا انتوا نمتوا ولا إيه؟ ها؟ طيب فأنا بالنسبة لي دلوقتي في الإيطالي أنا خلصت جزء حلو جدا حتى والرايلو بيز. هنبدأ نخش في جزء تاني مهم برضو في الإيطالي. طبعا أنا هبعت لكم البي جي إن ده عشان لو حد حابب إن هو يراجع يبقى معاه البي جي إن وكمان معاه التسجيل بتاع الشرح. طيب هنا E4 E5 نايت F3 نايت C6 بيشوب C4 نايت F6. هنا احنا شفنا الكاسل على طول. هنا بقى في D4. D4 ديت بتوصلنا لأشكال السكوتش جامبيت. سكوتش جامبت لما بيجي ياكل بيبقى عنده النقلات دي. احتمالية اللي ممكن يلعب بيها انه ممكن يلعب E5 يزق على حصانك، نايت G5 ويطلب بالبيدق اللي في الاف 7، انه يبيت، انه يلعب C3. دي الافكار اللي موجودة بالنسبة للابيض، ولازم تعرف تتعامل معاها كاسود. لازم تعرف الابيض عنده ايه وهتعرف تطلع منها ازاي منتشر ومبيت ومعاك وسط. حتى لو معاك حاجة زيادة ازاي هتقدر تحافظ على الحاجة الزيادة دي او امتى هتديها له عشان تقدر انك انت تاخد مكانها بوزيشن. دي الافكار بكل بساطة. طيب هنا اول حاجة E5. E5 ديت مهم جدا انك تبقى فاهم. E5 لما بتتلعب هنا طالما الملك لسه ما بيتش فانت كاسود هتبقى كويس، يعني مش هتقابل اي مشكلة بعد D5. مشيش حصانك اهم حاجة. D5 كلت حصاني هاكل فيلك. نلاحظ ان انت كاسود انت اكلت بيدق، معاك بيدق زيادة، فهو ما رجعهوش، هو زق، فيعتبر انت معاك بيدق برضو زيادة. فهنا بعد D5 هات الفيل. والمشكلة الأكبر بعد ما تاكل الحصان بتاعي واكل فيلك إن الوزير بقى حامي البيدق، فكده أنا بقيت معايا بيدق زيادة. طبعا هنا لو هو كسل بيت هاكل البيدق، ولو اداني كش هطلع بالفيل كمان والدنيا زي الفل. ان انا هطلع بفيلي كمان حتى لو جالي بالفيل هنا عشان يمنعني ان انا ابيت ممكن ان انا امشي بالايه بالوزير. لو اكل هنا هاكل الايه الفيل. خد بالك الفيل ده او الاول لما يجي يطلبك لازم تبقى حاطط ضغط عليه عشان البيدق بتاعك ما يقعش. طيب فبكل بساطة بعد E5 في السكوتش لازم عينيك على D5 وكمان عينيك على الملك بتاعه هو بايت ولا لا. D5 طبعا الأكلة دي هتاكل حتى لو أكل هنا تاكل بالفيل ما عندكش أي مشكلة. اوكي معاك ميزة فيلين والدور المفتوح في مصلحة اللي معاه ميزة فيلين. هو هنا لو بيت بيشوب E6 هيجي يطلب لك الفيل الأبيض مثلا بالحصان كوين D5 وطالب تبيت. شكرا زي الفل. طبعا معاك عساكر وسط جامدين جدا. طيب ففكرة انه يلعب E5 D5 طبعا الفكرة من D5 ان انا بدعم المربع ده، ان انا لو احتجت لو هو مشى مثلا فرابط لك الحصان هتقدر تمشي بحصانك. لو عاوز بقى تيجي هنا في حماية البيدق تعالى اوكي. في نقلتين هنا لازم تبقى فاكر ان في هنا نقلتين، في نايت E4 في نايت D7. هنلعب ايه فيهم؟ هشرح نايت D7 بس لازم تكون واخد بالك ان نايت E4 برضو موجودة. لو هو كسل ممكن تلعب بيشوب على الاي 7 او بيشوب على السي 5. عندك بيشوب اي 7 وعايز انك انت تكسل. اوكي
بيكون افكار اللي موجوده هنا ان بيبقى في حاجه زي فيل في حصان او حصان في بدأ الاول، ولما تيجي تبيت بالمنظر ده بيكون حاجه زي فيل في حصان ياكل يلعب لك اف 3، فلما بتيجي تمشي بيزق تاني حاجه زي كده، ولما بتيجي ترجع بيلعب حاجه زي اف 5 وبيكون عاوز يوصل مع الوقت الاف 6. دي الفكره يعني من الافكار اللي عند الابيض يعني. لما بتيجي تلعب حاجه زي كده بيلعب لك حاجه زي كده، بيبقى في لعب او هجوم عليك كاسود، محتاج انك انت تشوف عليه ماتشات. طبعا الرد ده قوي بس محتاج انك انت الاول تشوف عليه ماتشات. وفي رد يعتبر الابيض مش بيبقى محلله قوي اللي هو نايت دي 7. انا بحاول ان انا ابعدك عن التحليلات، او لو حد بيلعب السكوتش جامبيت ده يبقى انت كده بعدت عن التحليلات. الفكره كلها دلوقتي انك انت بقيت طالب ده كده، انت بتقول له هات البيضه، فهو هنا طبعا لو كسل تلعب لو لعبت حاجه زي حصان في بيضه الحصان مربوط، اوكي، فمش هينفع. فلو اكل حصان في بيضه ساعتها ينفع انك تاكل الايه، البيضه، اوكي. فهنا طبعا لو بيت تلعب بيشوب اي 7 ياكل بتاكل ما عندكش اي مشكله. ولو اكل البيضه بالمنظر ده طبعا انت تقدر تاكل هنا، بس خطر شويه لانه ده لما بيتطرد بيكون في ضغط على البيضه ده بالحصان. فالافضل هنا انك تلعب نايت بي 8، ترجع بيه تاني هنا بحيث انك انت تدافع عن البيضه اللي موجود في السي 6. وفي لحظه ما لما يلعب نايت سي 3 وبيت ويلعب اف 4 هنا بيكون عندك سي 5، تبدا بقى انك انت تزق وتطرد الحصان اللي واقف لك هنا ده. اول لما يجي يمشي تلعب كمان دي 4، فتبدا انك انت تاخد مساحه وتفضي وتر للفيل بتاعك. طبعا بعد ما يلعب حاجه زي نايت اي 4 بيكون في حاجه زي كوين دي 5 هات الحصان، وبتبدا انك انت تشغل قطعك مره تانية. طبعا لو اداك كش على الهوا بتاكل بالحصان وتبقى حامل وزير. وبيشوب بي 7 ظبطت قطعك ولا ما ظبطتهاش؟ ظبطتها وقطعك كلها بقت شغاله كويس، وضاغط هنا منع له اف 5 ان هي تتلعب، ودورك بيكون كويس جدا، اوكي. فهنا طبعا بعد نايت دي 7 هو هنا بيكاسل. طبعا لو اكل حصان في بيدة مشكله. في ناس تانية تاكل هنا فيل في حصان الاول، فلما تيجي تاكل ياكل بالمنظر ده. هل الملك ده بيت؟ لا، تقدر تاكل. الحاله لما تقدرش تاكل فيها ان الملك يكون ايه، مبيت. بعد ما بيت كوين اف 6 حميت بدءك برضو بالوزير. روك اي 1 بيشوب اي 7 نايت سي 3 بيشوب جي 4 واكاسل بكل بساطه. ودوري اقوى كتير جدا من الابيض اللي معاه ميزه فيلين ومحافظ على السنتر وقطع محطوطه في بوزيشن قوي. حاليا في فكره نايت دي 7 دي فكره قويه. طبعا هنا اكل فيل في حصان باكل عادي بالمنظر ده. وهنا لو كسل ممكن العب بيشوب على الاي 7. وطبعا انا سايب له البيدق ده، لو اكله برجع نايت ايه، بي 8. يا ريت ما ننساش النقله دي لانها هي اللي بتحافظ على البيدق بتاعك وتقدر تبيت وتقدر انك انت تعمل الهجوم او الضغط بتاعك عشان تفتح للفيل وتفتح للوزير وتبدا انك انت تضغط من تاني، اوكي. طبعا هنا بعد التبييت والاكل ده كله ممكن في وقت ما تحتاج انك تلعب ايه، اف 6 عشان تهاجم الايه العسكري المتقدم بتاعه، بحيث انك لما تاكل يبقى الرخ دي بص عليه على الوزير والرخين لازم يعني كونكتد والدور بتاعك مظبوط ظابطه كويسه. حتى لو هو اكل هنا فهو مجبر، فهتاكل فهتضغط على الحصان مع الوزير مع كل قطعك. طبعا هنا لما بياكل بكش فانت بتاكل عادي، حتى لو اكل وزيرك بتاكل معاك ميزه الايه، الفيلين. وطبعا لو اكل هنا
فبرضه تعتبر مصيبة. هتاكل بقى بالبيدق أو بالفيل، شوف أنت هتعمل إيه وتكمل ضغطك عادي جدا. أوكي، فده بالنسبة ل E5. E5 التعامل معاها إنك أنت بتلعب إيه؟ D5. هات الفيل، يا الفيل يمشي يا ياكل حصانك، حاجة من الاتنين. أكل حصانك هتاكل فيله، مشى بفيله هتمشي بحصانك وتكمل تعبئة القطع وتبيت. طيب فده بالنسبة ل E5. في ناس بتلعب نايت G5 هنا، طالب لك بدأ ال F7. لازم تفتكر إن هنا في نقلتين تقدر تدافع بيهم عن ال F7. أول نقلة نايت E5، ودي أسهل نقلة. نايت E5 تطلب الفيل وتحمي البيدق بالمنظر ده. حتى لو أكل البيدق بتاعه مرة تانية بتاكل الفيل، ولما يجي ياكل تلعب D5 وتكسر بالمنظر ده. أوكي، وطبعا الطالب هنا بس خد بالك هيبقى طالب هنا. خد بالك طبعا لو جه هنا هي اللي بتمشي بالفيل، هات الوزير وعايز تبيت وحامل مات وطالب، فطبعا الابيض هيكون في مشكله كبيره، فبيبقى لازم ياكل هنا وزير في وزير، تاكل بالحصان. اوكي، ده اسهل رد. طيب في رد تاني اللي هو D5، وده اصعب شويه. بياكل عندك برضو نفس الاختيارين، يا نايت E5 يا نايت D5. نايت A5 الفكره كلها ان انا لو الراجل ده مشى بكش هزق عليه، وفي نفس الوقت حميت البيدق ده بالوزير. اوكي، القطعه كلها اشتغلت، وطبعا الدور في مصلحتي، واتش 6 اطرد الحصان براحتي. فنايت اي 5 هات الفيل. طبعا لما بياكل هنا، فباكل ياكل بوصل لنفس الايه الشكل مره تانية. فانت حر بقى، انت عاوز تعمل حبشتكنات بدي 5 اوكي، عايز تلعب نايت اي 5 وتحافظ على البيدق بتاعك برضو اوكي. اوكي، طبعا ممكن يمشي بالفيل بتاعه بالمنظر ده عشان يحافظ على الضرب اللي هنا، وعايز مثلا يلعب لك اف 4 عشان يطرد الحصان، فهنا بتلعب اتش 6 قبل ما يطرد الحصان بتاعك، تطرد له الحصان بتاعه. طبعا هنا ممكن يلعب حاجه زي نايت اف 3، فبتاكل حصان في حصان، ياكل بالوزير، تلعب له برضو دي 5، معاك بيدق زياده هنا فبترده له تاني عشان تبدا تطلع فيلك وتبيت بسرعه. طبعا لو رد عليك باي 5 بتلعب نايت اي 4 وبتبدا تطلع بقيه الايه القطع وتبيت. اوكي، اتش 6 ممكن ياكل برضو وزير في بيدق، تمشي بالحصان، ياكل بكش. كش ديت هيخسر فيها قطع، فبتلعب كينج اي 7، ودلوقتي طالب الحصان وطالب الفيل وطالب الوزير. لازم برضو تحط في حسبانك فكرة زي دي، انك انت طالب الحصان، فهو اكل طالب حصانك. هل ينفع ياكل بالفيل هنا؟ لا، لانك لما تمشي بالملك هتبقى ضاغط على الفيل وطالب الحصان وطالب الوزير، فهنا بيمشي بالوزير، بتمشي طالب وزيره برضو بالحصان تيمبو كمان، وهتاخد بالحصان الفيل بتاعه وخدت قطع. اوكي، طب زق عليا هرجع وبعد كده العب ايه؟ دي 5. لازم دي 5 عشان تحرر الفيل الابيض يقدر ان هو يخش ويدافع معاك في الدور. يبقى السكوتش جنبيت بعد دي 4 باكل في اي 5، في نايت جي 5 شفنا التعامل معاهم. اي 5 بلعب دي 5 وشفنا بنتعامل معاه ازاي. نايت جي 5 بلعب نايت اي 5 او دي 5، الاثنين متاحين بالنسبه لي. لو لعب سي 3 دي اضعف نقله، بكل بساطه بتاكل وتلعب دي 5 على طول، ما فيش اي يعني صعوبه في الدور. دي 5 وتطلع بفيلك الاسود وتبيت. في هنا بقى يبيت. التبييت هنا بيدخلنا في شكل مهم جدا لازم تبقى حافظه، اللي هو ماكس لانج. تبييت هنا في السكوتش بعد ما باكل حصان في بيدق، فهنا بيلعب روك اي 1، بلعب دي 5 لان الدي 5 بتتلعب طالب الفيل اوكي وحامي الحصان، فهنا هو ما بيمشيش
في ناس بتمشي بالفيل، بس هو الافضل هنا انه بياكل فيل في بيت. الفكره منها انه بيشيل البون اللي مدافع عن الحصان، فيقدر ان هو يضغط عليه تاني بالحصان ده. ما ينفعش ياكل لان وزيري مربوط، وما ينفعش ياكل لان رخي رابطه الحصان. فحاليا انا خدت بيدق، يعتبر معايا بيدق زياده ومعايا قطعه زياده، فما فيش مشكله ان انا ارجع له القطعه بتاعته، بس احافظ على انتشاري وتبييتي. فبمشي بالوزير. مهم جدا ان انا اختار مكان قوي للوزير، فمكان زي ده قوي رابط الحصان، في اي لحظه الحصان ده ياكل البيدق ده تكسر وزره، يبقى معاك انت ميزه الفيلين ودورك يبقى احسن. طيب هو هنا بيرجع قطعته الاول حصان في حصان، فبتلعب بيشوب اي 6 من الالات القويه هنا، بيشوب على الاي 6. فهنا بيبقى عنده اختيارين بيتلعبوا في البوزيشن ده اقوياء. اول اختيار انه بيلعب بيشوب جي 5 عشان يمنع لك فكره التبييت الطويل، ويفضل محافظ على ان الملك بتاعك يفضل موجود اطول فتره ممكنه في السنتر. فهنا بكل بساطه بتتعامل مع النقله دي ازاي؟ بتلعب بيشوب دي 6. ايه النقله دي؟ الفكره من النقله دي ان انا بضغط على البون اللي موجود في الاتش 2 عشان لو اكلت هنا اقدر اكل هنا، وفي نفس الوقت ان انا حررت اخر قطعه عندي مش منتشره. وهنا لو قرر انه ياكل فانا باكل، وفي نفس الوقت الحصان ده ما يقدرش يمشي لان الفيل متعلق بتاعه. فهنا هو حاليا بيلعب حاجه زي بيشوب اف 4، بيطلب البيدق ده، تمشي بالوزير حامي ده وحامي ده بالمنظر ده، وبتبقى عايز تبيت يا اما طويل يا اما قصير على حسب الدور. هنا بيلعب حاجه زي سي 3 برضو، فبتمشي بتيمبو على الفيل بحيث لما يجي ياكل هنا تعرف تبيت وتبقى طالب الفيل ويبقى معاك عسكري زياده. يعني حتى لما يجي يمشي بالفيل كده تاكل كده طالب الوزير. طبعا الدور شارب جدا جدا. ده رد ممكن انك انت ترده على بيشوب جي 5. طبعا في ردود تانية بس ده يعتبر رد قوي. في نايت جي 5 بيبقى طالب الفيل بتاعك الابيض، فبتسيب الفيل وتبيت طويل، لان كده كده انت واخد عسكري زياده فبترجعه له. كده هم انت مش واخد حاجه زياده بس معاك عسكري في السنتر قوي. بتبدا تطلع بالفيل برضو نفس الضغطه الرخمه على البيدق ده وتمنعه ان هو ياكل هنا لاي سبب من الاسباب. الدور الاسود كده بقى قوي. فدول الفكرتين اللي بيكونوا عند الابيض في ماكس لانج. خش في ماكس لانج كوين اتش 5 وبيشوب اي 6. يبقى هنا تعال نشوف السكوتش جامبيت ده ممكن يظهر ازاي. اي 4 اي 5 نايت اف 3 نايت سي 6 دي 4 تيك، ممكن يظهر بدي 4 على طول وبعد كده بيشوب سي 4. فانت محضر نايت اف 6 فبتلعب نايت اف 6. هنا بيبقى عنده اي 5 شفناها، نايت جي 5 شفناها، اي 5 نلعب دي 5 براجع اهوت، نايت جي 5 بلعب نايت اي 5 او دي 5 الاثنين موجودين. وهنا سي 3 سهله جدا بتاكل البيدق وتلعب دي 5، والتبييت برضو بتاكل البيدق وبتلعب دي 5. هنا بيلعب روك اي 1 دي 5 بياكل فيل في بيدق بتاكل الفيل، يلعب نايت سي 3 بتمشي كوين اتش 5 بالمنظر ده، ياكل الحصان تلعب بيشوب اي 6. اوكي، حبيت تحلل البوزيشن من اول هنا مع الكمبيوتر حلله، لو في نقلات افضل العب. كده ده السكوتش جامبيت. لو حد لعبك سكوتش جامبيت هتقدر انك انت تعمل معاه دور كويس ودور قوي. حتى اي 5 دي ما بقاش فيها مشكله، دي 5 لو اكل هنا باكل الفيل. ولو قرر ان هو يمشي بالفيل عندي فكرتين، نايت دي 7 او نايت على الاي 4. في نايت دي 7 دي نقله برشحها لك بفكره لو اكل هنا بتكسب بيدق، ولو اكل فيل في حصان بتاكل، لما يكسل تطلع بيشوب اي 7 ياكل هنا تلعب نايت ايه
B8 تدافع عن البيدق اللي موجود في السي 6. كده في أي مشكلة بالنسبة للسكوتش جامبيت؟ عشان لو حد قبله السكوتش جامبيت يعرف يلعب. الناس اللي نايمة ردوا افتحوا المايك عرفوني. لا. طيب هنا في بقى الرايلو بيز اللي هو بيشوب بي 5 نايت اف 6، وهنا ما يكسلش برضه ويلعب دي 4. طب انا هتعامل معاها ازاي دي؟ تعال نشوف. هنا بكل بساطه كده كده بناكل البيدق بتاع الدي 4. هتلاقي الانجن هنا بيقول لك كل بالحصان، بس انا بقول لك هنا كل بالبيدق عشان ما تخشش كلكعه. ولما يلعب لك اي 5 لاحظ ان هنا بقى ما فيش دي 5 على فيل في المشي، صح؟ فانت مجبر انك تمشي بالحصان. تمشي بيه فين؟ تمشي بيه في الاي 4. فهنا بيبيت، فدلوقتي بتلعب بيشوب اي 7، وبرضه انت كمان عايز انك انت ايه؟ تبيت. بيلعب روك. اول لما يلعب روك اي 1 تلعب نايت سي 5. مفيش دي 5، مفيش دي 5. تمشي بالحصان خلاص. تقول له اللي انت عاوزه اعمله. لما بيجي ياكل البيدق بتاعه، لما بيجي يرجع البيدق بتاعه، بتاكل حصان في حصان. ولما يجي ياكل بالوزير بتبدأ انك انت تكسل بالمنظر ده. واول لما يطلع بحصانه تلعب سي 6 هات الفيل، بحيث انك بتفتح الوتر ده للوزير وعايز تلعب دي 5. ممكن تبقى عايز تلعب دي 5، ممكن تبقى عايز تلعب دي 6 بس. اوكي، فتحط في الحسبان انك انت كده بتأهل لنفسك فكرة الدي 6 او الدي 5. طبعا على حسب الفيل ده، لو اتحط في السي 4 العب له دي 5 اخد تيمبو كمان، فالفيل ده بيمشي خالص عشان حتى ما بيسيبهولكش هنا تاكله، فبيمشي بعيد خالص عن التهديدات. فهنا بكل بساطة بتلعب نايت اي 6 هات الوزير. ودلوقتي لو لعب كوين اي 4 ممكن تلعب اف 5 بتيمبو او دي 5 او دي 6. عندك الحرية تلعب اي فكرة هنا. اي فكرة هتوديك لبوزيشن مختلف، بس انت هنا يعتبر الى حد ما طلعت من الاوبننج مش متضايق. طيب انا مثلا اخترت ان انا العب حاجة زي اف 5 مثلا. لو اكل بدأ في بدأ هيريحني، يعني انا كده هقول له شكرا ودي 5 الفيل حمل الحصان، امشي بالحصان اشغل الفيل كل قطعي زي الفل. الفكرة هنا ان هو ممكن يمشي ويسيبني بالمنظر ده. فهنا انا هحتاج اشوف انا المفروض اعمل ايه. طبعا البادئ بتاعتي كلها بيضة، ففيلي ده يعتبر يعني في مشكلة، بس هو معاه عسكري ادفانس. هل انا ممكن ان انا اعرف اضغط عليه او العب عليه؟ هل نايت دي 4 مثلا فكرتها ان انا اطلب الوزير واطلب البيدق يجي يدافع مثلا هنا ويطلب الحصان؟ هل هنا انا عندي فكرة ممكن العبها؟ تعال نشوف الكمبيوتر. فكرة الاف 5 هنا ممكن اتعامل معاها ازاي؟ بيقول لك لازم ترجع تاني كوين اف 3. ماشي، عشان ما اقعدش بقى العب بالباطة. بي 6 الفيل ده حاليا ما لهوش مربعات كويسة، فاجباري يتلعب في الدي 2. اي 5 هل ممكن ابادل الفيل ده مع ده؟ هنشوف كده. كوين سي 7 الاول، ابعد عن الرخ اضغط على البيدق. هل بيشوب سي 4، بيشوب اي 6، بيشوب بي 3، كينج اتش 8. دول بيتلعب، دول بيتلعب ومفيش حد احسن. بس الابيض انا شايف الابيض مرتاح هنا في البوزيشن ده. اعتقد هنا دي 5 او دي 6 هتريح الاسود اكتر عشان الفيل ده يعرف يلعب.
ففكرة الدي 4 مش صعبة ولا حاجة. E5 نايت E4 وتكمل تعبئتك وتبيت، وفي اللحظة المناسبة توصل لدي 5. دي 5 بالمنظر ده، حتى لو أكل هنا تاكل بالفيل، دورك اتحرر، دور كده يعتبر ايكوال. فده بالنسبة للرايلو بيز. شفنا في الرايلو بيز تفريعتين. التفريعة الأولى التبييت، التفريعة الثانية إنه يلعب دي 4. أوكي. طبعا في الإيطالي كده أنا خلصت الجزء الأخير. تعالى بس عشان نعرف هنبقى ماشيين إزاي بعد كده. E4 E5 knight F3 knight C6 bishop C4 knight F6. بعد كده هنحتاج نبص على اللي هي نقلة النايت جي 5. دي النقلة اللي هي بتاعت التهديد. فهنا بنلعب دي 5، بيجي ياكل، بلعب نايت اي 5، هات الفيل، يمشي بكش، بزق، ياكل، باكل، وبنوصل للبوزيشن ده، وبنشوف الابيض هيلعب ايه هنا. اوكي. ده كده الرد على الفرايد ليفر. يبقى ده الفكرة التانية. الفكرة التالتة لو لعب نايت سي 3 هنا مش بتبقى أفضل حاجة. بتاكل حصان في بيدق، ياكل، تلعب له دي 5، يمشي بالفيل، تاكل، ياكل، وتلعب بيشوب دي 6 وعايز تكسل، مفيش أي مشكلة. آه كل الفكرة إن إحنا هنبدأ نتكلم بقى على الإيطالي بعد كده. أول نشوف نايت جي 5 ديت نتعامل معاها إزاي، وبعد كده الموضوع هيبقى سهل ولذيذ مع نقلة الدي 3. هنشوف سواء البرلين دي 3، الدي 3 بتتعامل معاها ازاي. بتطلع بيشوب سي 5 عادي جدا بالمنظر ده. وبرضو الايطالي بتلعب نايت اف 6، والملعب دي 3 بتلعب بيشوب سي 5. كل الفكرة ان انت هتبدأ تشوف افكار زي سي 3 ديت اللي بتتلعب في الايطالي، اللي بيبقى عاوز يوصل لدي 4 في توقيت صح، او انه بيلعب على الكوين سايد ببي 4 واي 4. هنشوفها برضو في ماتشات. في افكار تانية اللي هي بتاعت نايت سي 3. نايت سي 3 الشكل ده افكاره ايه وازاي بتقدر انك انت تلعب عليه كاسود. في كمان الشكل اللي هو بتاع البيشوب جي 5 بدري، تكون نقلة مش قوية. بكل بساطة ممكن تلعب عليها كده، لو رجع ترجع بالفيل تاني، تلعب دي 6، ودورك كده متين جدا ودورك حلو جدا. الفيل لما بيخرج بدري الفيل ده بيقدر يرجع تاني، ويقدر ان هو يحافظ على الاستراكشر بتاعه، ويبقى الفيل ده التارجت بتاعه اللي بيلعب عليه. في بقى نقلات هادية زي تبييت، أفكار بقى الاستراتيجية بتاعتك. في أفكار تانية زي H3 برضو عايز إن هو يبيت. في أفكار زي A4 عايز يلعب A5، تلعب له أنت كمان A5 بالمنظر ده. هنشوف أفكار كتير جدا في الإيطالي، ده اللي هنشتغلوا عليه الفترة الجاية. إزاي أقدر إن أنا ألعب على الإيطالي كويس وعلى الرايلو بيز، بحيث إن أنا أبقى خلصت السكوتش جامبت، عندي ردود كويسة جدا عليه، عندي ردود على الإيطالي كويسة جدا، عندي ردود على الرايلو بيز كويسة جدا. نبدأ نشوف ماتشات ونحللها. هيكون E4 E5 بالنسبة لنا عندنا ريبرتوار نقدر نلعب بيه في أي بطولة. لو أنا ما عنديش افتتاح قوي، أقدر إن أنا ألعب افتتاح قوي زي E5، وأنا ما عنديش مشكلة بالنسبة للجنبتات اللي ممكن إن أنا أقابلها، وكمان إن أنا هقبلها وممكن ألعب عليها بشكل قوي. حد عنده أي سؤال أو أي مشكلة؟
يقدر يعرضها علينا نحلها له إن شاء الله. الجزء بتاع النهاردة طيب في أي حاجة صعبة الناس اللي حضرت؟ لا بس هو عايز يتحفظ بس البي جي ان بتاعه كافته. حاضر.